بقينا حاليا بنعيش في مجتمع قلت فيه التربية والأخلاق إلى حد كبير جدا، فلو حضرتك عندك أولاد أو لسه مش عندك لازم تعرف إنك أنت المسؤول الأول والأخير عن تربيتهم وعن مستوى أخلاقهم وتعاملاتهم مع الناس. وعلشان كده النهاردة هقولك على أهم القيم والمبادئ اللي المفروض تهتم بتعليمها لأولادك، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيًا كده أحب أقول لك إن أبسط وأسهل طريقة لتربية أولادك هي التربية بالقدوة، يعني بكل بساطة لو أنت عاوز ابنك أو بنتك يكونوا ملتزمين في الصلاة مثلًا، فخليك أنت ملتزم في الأول وهم هيقلدوك، أو لو عاوزه يكون محترم في تعاملاته مع غيره مثلًا، فخليك أنت المثال الحي اللي يبين له التعامل باحترام ده بيكون إزاي، وهو برضه هيقلدك وهيتطبع بطبعك. المهم يا صديقي حاول تكون أنت القدوة الحسنة لابنك، وحاول برضه بقدر المستطاع إنك تعلمه اللي أنت بتعمله وربك سبحانه وتعالى هو اللي عليه الهداية. وافتكر دايما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فلازم ومهم جدا انك تتعلم وتعلم اولادك. علم اولادك دينهم، علمهم مين ربهم ومين رسولهم صلى الله عليه وسلم وازاي يأدوا حق ربنا عليهم صح. علم اولادك الرضا، علمهم ما يبصوش للي في ايد غيرهم ولا يتمنوا زوال نعم ربنا سبحانه وتعالى على الناس. علم اولادك يعني ايه عشرة وعيش وملح، علمهم ما يبخلوش ولا يخذلوا أصحابهم وقت ما يحتاجوهم. علمهم يعني إيه حق وعدل وصدق، علمهم دايما يقفوا في وش الظالم وينصروا المظلوم. علمهم إزاي يحسوا بغيرهم ويراعوا مشاعر الناس. علمهم إن هم ما يتريقوش على أي حد أقل منهم أو على أي حد فيه عيب مش موجود فيهم. علمهم يعني إيه كرامة وعزة نفس، علمهم ما يدلقوش على حد ولا يتمسكوا في حد مش متمسك بيهم. علمهم يعني إيه رجولة ونخوة وشهامة، علمهم ما يأذوش بنات الناس ويعتبروهم زي اخواتهم. وعلمهم برضو يعني ايه كرم وعطاء وتصدق، علمهم انهم يدوا لاصحابهم من اكلهم عادي جدا مفيش اي مشكله. وعلمهم برضو ان هم يتصدقوا بمصروفهم او بالزياده من مصروفهم للي فعلا محتاج. علمهم ازاي يثقوا في ربنا سبحانه وتعالى ويثقوا في نفسهم. علمهم ما يسمحوش لحد يقلل منهم ولا يستخف بعقولهم. علمهم يعني ايه امانه، علمهم ما يمدوش ايديهم على حاجة غيرهم مهما كانت صغيرة او مهما كانوا محتاجين لها. علمهم يعني ايه اخلاق ومبادئ واحترام، علشان دول بالتحديد بقوا نادرين جدا في الزمن ده. وقبل ما تعلم الكلام ده لاولادك اتعلمه انت الاول، علشان زي ما قلت لك لو ما شافوش الافعال دي منك عمرهم ما هيتعلموها ولا عمرهم هيعملوا بيها. ونصيحة اخيرة بقى، لو انت مش مؤهل نفسيا انك تخلف وتربي وتخرج جيل سوي نفسيا ونضيف للمجتمع يبقى بلاش تتجوز احسن. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.